انا الشيف اللي بتتكلم والمذيعه اللي بتطبخ. اللوبيا ناس كتير اكتشفت ان هم مش بيحبوها، وبالاخص من الجيل الجديد الشباب والبنات كتير مش بيحبوها. انا ولادي بيحبوها، بالاخص ابني الكبير بيحبها جدا. طيب النهارده الوصفه دي للشباب والبنات والناس اللي بتقول ما بحبهاش وما باكلهاش. بعد طريقتي دي وبعد الوصفه دي انا واثقه ان انتوا هتاكلوها وهتحبوها. هي طريقتك العاديه، بس هنعمل تركايه نحطها بقى ايه في حته تانيه. معايا حله فيها معلقه من السمنه ومعلقه ايه، زي ما عودتكم دايما لازم اشتغل بمعلقه من الايه المستخبيه. هحط الحله دي على النار. عندي عصير طماطم انا ضرباه، وكمان معاه بصلايه ضرباها. يمكن انا قلت لكم كذا مره في فيديوهات قبل كده، ولادي مش بيحبوا البصل قطع كده باينه في الطبيخ او في الصلصه، فانا دايما اضرب البصل مع الصلصه. طبعا مش هاخد كل الكميه دي، بس هو كان شويه طماطم كده مستويين عندي، فقلت اعملهم بالمره واحتفظ بشويه في كيس كده في الفريزر لاكله تانية لاي حاجه. فخلوني انزل بقى بشويه الصلصه. هسيب الصلصه تتسبك نص تسبيكه، مش تسبيكه كامله، نص تسبيكه، وبعد كده هنزل باللوبيا عليها ونسيبها تستوي. خليكم معايا بقى عشان اوريكم التركات والحركات. التسبيكه او الصلصه اتسبكت نص تسبيكه، وحطيت على طول اللوبيا. انا ما بحبهاش تتسبك قوي وتنشف الصلصه وبعد كده ازودها، لا بحطها في نص التسبيكه كده. بحب احط الخضار واسيبه بقى عشان يشرب من التسبيكه كويس قوي وتتسبك والخضار فيها. انا لو عندي شوربه زي النهارده، انا عندي شوربه بزود شوربه مش بزود ميه، فزودت شوربه وزودت ملح. انا ما بحطش على التسبيكه او على الطبيخ او على الصلصه توابل كتير. ليه؟ بكتفي بالتوابل اللي موجوده جوه الشوربه. الشوربه جواها ورق لورا، جواها حبهان، جواها عودين قرنفل، جواها فص مستكه، جواها كل حاجه، فبكتفي بالتوابل دي عشان انا ما بحبش الصلصه يكون لونها غامق. ويمكن دايما في فيديوهاتي حتى زمان جدا الفيديوهات القديمه دايما بقول ونبه على حته الفلفل الاسود بالذات لانه بيغمق الصلصه. عندي بقى التركايه الحلوه المهمه. عندي بقى معلقه سمنه مع معلقه اللي هي المستخبيه زي ما دايما بنقول، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. انا هحطهم على النار واقول لكم التركايه اللي بعد كده. عندي بقى الثوم مع السمنه على النار. دي كزبره ناشفه زي طشه الملوخيه بالظبط، دي اول مرحله. هحط معلقه كبيره كده مليانه مكلبظه ومقلوظه من الكزبره الناشفه اهي، اللون بتاعه يصفر شويه. عندي بقى هنا اهم تركايه، ده قرن فلفل حامي متخرط صغير، ممكن تستغني عنه مش اساسي. اللي بيحب الحامي هيعمل التركايه. التركايه الثانيه عودين بس شبت في النهارده عودين شبت، عودين بس من الورق بتاع الشبت، و4 ل 5 عيدان من الكزبره الخضراء. هنزل بيهم. الريحه مش قادره اقول لكم ايه. عندي اللوبيا اهي، وحطي يا دوبك بس الكزبره الخضراء والشبت يا دوبك لفه صغيره جدا جدا جدا. هعمل كده بس كده. عايزه اقول لكم الريحه التركايه دي في حته بقى تانية خطيره خطيره. اللي ما بيحبش اللوبيا بجد بالتركايه دي هيعشقها، هيحب بجد ياكلها. وده كده خلاص طبق اللوبيا. بصوا الجمال، مش قادره اقول لكم على طعمه وعلى حلاوته. حبه الرز اللي بالشعريه مش قادره اقول لكم. خليني ادوق معاكم، خلوني بقى اوريكم الجمال. بصوا مع حبه الرز كده
سخنه قوي. اقسم بالله تحفه تحفه. اللي ما بياكلش اللوبيا هياكلها. خطيره خطيره بجد، خطيره. بصوا وبصوا لونها فاتح ازاي. خدوا بالكم الحته دي مهمه جدا. يلا يلا يا ريت تجربوها وتقولوا لي كده. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.